في يوم من الأيام سكنت إحدى الأسر منزلاً، وفي بداية استقرارهم به كان الأطفال يشتكون لوالدتهم من وجود بعض الأشخاص غريبي الشكل ومخيفين لأبعد الحدود، ولكن والدتهم لم تصدقهم، وكل ما فعلته معهم أنها منعت عنهم مشاهدة الأفلام المرعبة، وأرجحت ما يرونه بسبب هذه النوعية من الأفلام والتي كانت المفضلة بالنسبة إليهم. ومرت الأيام والأطفال مهما كانوا يرون بالمنزل من غرباء ومتطفلين كانوا لا يجرؤون على التحدث لوالدتهم بذلك من شيء. وبعد مرور فترة زمنية اكتشفت والدتهم بنفسها أنهم جميعا دخلاء بمنزل يعج بالأموات. وبمرور الأيام اكتشفت هذه الأم الحقيقة الكبرى، أنها قتلت أطفالها بيديها بفعل هذا المنزل اللعين، ولم تتحمل رؤيتهم أموات بين يديها فانهارت وقتلت نفسها، وها هي الآن من بين الأموات وتأبى السماح للبشريين بالبقاء بالمنزل والاستقرار به بعدما قاموا بشرائه وجاءوا ليسكنوا فيه. ولكن هؤلاء البشر كانوا أذكياء لأبعد الحدود، وكانوا على علم تام بماضي وتاريخ هذا المنزل اللعين، وقاموا باليوم التالي من تعمير المنزل بالإتيان بطارد للأرواح والأشباح، والذي اكتشف مخبأ للجثث. وحال نقلهم لكامل الجثث والرفات تنتقل هذه الأرواح وتغادر المنزل بشكل نهائي لا رجعة فيه. في يوم من الأيام سكنت إحدى الأسر منزلاً، وفي بداية استقرارهم به كان الأطفال يشتكون لوالدتهم من وجود بعض الأشخاص غريبي